القادم من العاصمة مدريد إنه في المركز السابع، كان رابعا ولكنه أصبح سابعا بعد نتائج هذه الجولة، ولذلك مباراة ليست سهلة إطلاقا أمام طبعا فريق منظم قدم حضوره في الجولات الأربعة الأولى 3 حالات فوز 9 نقاط لختاف خسارة واحدة فقط، ولذلك يعلم أنه يقابل الفريق بطل الليغا في العام الماضي، ويقابل كذلك الفريق الذي عاد ظافرا منتصرا من ملعب نيوكاسل في بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا. تنطلق المباراة هنا في هذا الملعب الصغير ولكننا باسم كبير جانب عشاق الفريق الكاتالوني، لأنه أدار لهم 33 مباراة 26 فوز تعادل واحد فقط 5 هزائم. كرة لفيران توريس وبعد ذلك الصافرة وبعد ذلك الخطأ في الكرة الماضية. شوط المباراة الأول كرة في هذا المكان الآن محاولة فرصة الله، فرصة هاتريك يا فيران توريس، فرصة هاتريك. ما اعتقد التسلل كان موجود بالمناسبة، والألماني صامت في كلامه في مباراة اليوم. برشلونة يبدأ هكذا منتظر هذا المشهد، هذا السيناريو ربما سنشاهد كثيرا في مباراة اليوم. برشلونة المكان السليم عن طريق رافينيا، تلعب جميل. الله 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 الله، الحياة ليست سهلة مع برشلونة، الحياة ليست سهلة مع برشلونة، صعبة الحياة مع برشلونة يا برشلوني. هدف المباراة الأول، لكن الأجمل 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 ما تم إنجازه قبل الهدف يا فيران يا توريس، يا فيران يا توريس. تناقلوها تناقلوها، لعبوا هذه الأولى، هذه الأولى، هذه الأولى، هذه الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة، هذه الثالثة. الحياة ليست سهلة مع برشلونة، والكرة تلعب والكرة تسجل وبرشلونة يتقدم بالهدف الأول هدفا. أولمو يحضر الآن والكرة تلعب ولكنها لا تنفذ بالصورة التي كان يتمناها سوريا في مرمى نادي. هذا الممتع، هذا الممتع، الكرة في هذا المكان والكرة خطيرة ونقلت الآن والكرة في المكان السليم. فيران توريس، فيران توريس، الله الله، الهدف، الهدف يلغى ولا يحتسب؟ لا يحتسب. هدف ثاني لبرشلونة، هدف ثاني لبرشلونة، يتقدمون ويسجلون من كل الأوضاع، يسجلون من العمق، يسجلون من الأطراف أيضا. وهكذا كانت لختافي بعد طبعا التسلل غير موجود، استلمها في هذا المكان وبعد ذلك أهدى الزميل، فكر في مصلحة الفريق. جاء توريس، فيران توريس استقبل الكرة في المكان السهل على كافة المستويات. محاولة مستمرة، وجود صافرة، وجود خطأ، لكن لدينا محاولة. كرة تلعب لمايورال وبعد ذلك اعتقد في خطأ لحكم المباراة يشير لعدم وجود خطأ في الكرة الماضية. الضغط على حامل الكرة مرة أخرى، شوف لاعب فقد الكرة وكان أول من استرجعها بعد ذلك، والكرة بعد ذلك تصل. هذا هو ريكاردو دي بورغوس. كان أيها السيدات والسادة، سنلتقيكم بحول الله تعالى مع بداية زمن الشوط الثاني. شكرا لكم أوفيائي بين سبورت على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، ويبدأ الشوط الثاني بمجموعة تبديلات للفريق المتأخر في النتيجة مع تبديل واحد للفريق المتقدم في النتيجة. شاهدنا راشفورد يدخل مكان رافينيا اللي عنده انذار. طبعا متخوف السيد فليك من انذار ثاني يحرم من المباراة القادمة يوم الخميس القادم امام ريال اوفيدو، ولذلك التبديلات تحضر مباشرة عبر ايضا قناة بين سبورت الاخبارية. الله الله، حلوة لكنها تسلل على من؟ هل كانت على ليفا في الكرة الماضية خارج أرضية الملعب؟ نعم على ليفا، نعم على ليفا. من المباراة نقلة إلى بدري، عرضية، الله الله الله،
وكانت قريبا في الثالثة من زيارة الأولى للشباك في مباراة اليوم. صافرة وخطأ فيها انذار. أنا الشخصية معك في هذا المكان. الكرة فرصة لهدف. ثالث لبرشلونة. ثالث لبرشلونة. وداني أولمو يضع توقيعه في لعبة الهدف الثالث. البداية إنجليزية، البداية من راشفورد، وبعد ذلك المهمة كانت سهلة. العرضية مثالية تماما من جانب راشفورد، وداني ألمو القادم من الخلف. داني ألمو القادم من الخلف يسجل الهدف الثالث. تكون الأمور في متناول برشلونة. تكون الأمور في متناول برشلونة. ليش؟ لأن في الدقائق الماضية هناك تحسن كبير، وهذه اللعبة تزال غير موجود. يلهم النقلة.